السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبطالنا طلاب الشهادة الإعدادية إن شاء الله تكونوا بأفضل حال. بداية سعيدة يا بطل وبداية قوية برضو بإذن الله معانا. فتعالى أقول لك شوية كلمتين كده يدونا باور من دلوقتي ولحد آخر السنة. مبدئيا يا جميل كده، منهج تالتة إعدادي في اللغة العربية هو منهج لذيذ جدا جدا جدا، ولكن له طريقة في المذاكرة. فالموضوع بكل بساطة عبارة عن إن حضرتك بتلتزم معانا بالكلام اللي احنا متفقين عليه. يعني إيه؟ يعني إن أنت لما تشوف الفيديوهات بتاعتنا في آخر كل فرع من فروع اللغة العربية أنا بقول لك الفرع ده بيتذاكر إزاي. سيادتك بتطبق كل التفاصيل اللي احنا اتفقنا عليها في مذاكرة الفرع ده. ايوه يا ميس، يعني انا هستفيد ايه؟ يعني هو كمان كل فرع في العربي ليه مذاكرة؟ بص يا سيدي، لما كل فرع في العربي تاخد له طريقة المذاكرة بتاعته ده هيوفر عليا حاجتين. الحاجة الأولى هيوفر عليا عامل الوقت، ودي حاجة مهمة جدا جدا. يعني بدل ما اقعد أذاكر ساعتين 3 4 وازهق من العربي أقول إيه دي مادة رخمة، لا أنا هذاكر في وقت أقل، فثقتي بنفسي هتزيد، فهبدأ إن أنا أحب المذاكرة، ودي خطوة مهمة جدا جدا. العامل التاني وهو ان الطريقة اللي هقولها عليها دي هي دي هتثبت المعلومة في دماغك، مش عشان دلوقتي بس، لا احنا بنذاكر لبعدين للامتحان بتاعنا الكبير. فتعالى مع بعض نقول بسم الله الرحمن الرحيم كده ونبدأ مع بعض أول درس من الدروس بتاعتنا، وهو درس القراءة. أنا عندي في المنهج بتاعي 4 دروس قراءة. أول درس فيهم بيتكلم عن 2 من المعالم السياحية في مصر، والمعالم دي مش مجرد إن هو بيجيلها السياح ولا إحنا عارفينها، لا دي ليها مرجع وليها مكانة تاريخية قديمة. احنا في رحلتنا مع درس القراءة ده هنعرف هي ليه الأماكن دي مهمة أصلا، وليه احنا كمصريين عاملين لها كل الأهمية دي، وهل هي فعلا تستاهل ده. ومش هيبقى بالنسبة لك درس قراءة عادي، أكتر من إن احنا كمان هينفع نستغله في موضوع التعبير، ودي حاجة هقولك عليها في آخر الحصة بإذن الله. فتعالى نشوف مع بعض. هعرفكم على صاحبتنا من الأول، كيبورد، عشان دي اللي بنقلب بيها. الدرس بتاعنا اسمه قصة أثر. أثر هنا جاية من كلمة الآثار، يعني الحاجات اللي موجودة عندنا في مصر وليها مكانة تاريخية بجانب المكانة الدينية بتاعتها، لو احنا قلنا مثلا زي المعابد والكنائس وكده. فاحنا النهاردة هنتكلم عن 2 من الآثار في مصر، وهي الكنيسة المعلقة وقلعة قايتباي. الكنيسة المعلقة في القاهرة في حي مصر القديمة، وقلعة قايتباي اللي عندنا في اسكندرية. فتعالى مع بعض نشوف الأثرين ايه قصتهم، واحنا اتعلمنا منهم ايه، وازاي نستغلهم في التعبير ونذاكرهم ازاي. اول حاجه مهمه جدا تعرفها في القراءه ان انا في القراءه بتسال عن حاجتين. بتسال عن اللغويات اللي هي المعاني، الجمع، المفرد، المضاد، والحاجه التانيه بتسال عن الاسئله اللي بتبين مدى فهمي وادراكي واستيعابي للدرس، اللي هي الاسئله المقاليه يعني من الاخر. فانا عندي الاسئله المقاليه دي اللي هي التفاصيل بتاعه الدرس، ممكن يجيبها لك في اختيارات ودي موجوده في بعض المحافظات، وممكن يجيبها لك في سؤال الاسئله المقاليه، ودي اللي بتتميز بيها اكتر محافظه القاهره والجيزه والاسكندريه، ان هم بيميلوا للجانب المقالي في اسئله القراءه. يعني بيبقى السؤال الاول اختيار من متعدد، او ان انت تجيب المعنى من عندك، بعد كده باقي اسئله القراءه بتكون في الاغلب في المحافظات دي مقالي. فاحنا النهارده هنتكلم عن الكنيسه المعلقة. أول حاجة تعرفها إن أي أثر عندنا احنا هنتكلم عن مكانه، الموقع بتاعه إيه، الوصف بتاعه إيه، الأهمية بتاعته إيه، وهل في ناس جددته ولا لأ. يبقى أنا هطلع ب4 حاجات من الأثرين بتوعي دول. أول حاجة الموقع بتاعه، تمام. هتكلم عن مكانته عندنا احنا، سواء هي مكانة بقى تاريخية، مكانة دينية مثلا زي الكنيسة المعلقة، وبعد كده هتكلم عن الأهمية التاريخية بتاعته جنب المكانة الدينية، وهتكلم عن في الآخر مين جدده ومين عمل فيه ايه. فورقة وقلم وافتح كتابك معايا لأن احنا هنخطط وهنذاكر مع بعض. أول حاجة بيقولك الكنيسة المعلقة. معلقة دي معناها مش متعلقة في الهواء، لا طبعا مفيش حاجة اسمها كنيسة معلقة في الهواء.
ولكن هنعرف مع بعض واحنا ليه سميناها معلقة. في البداية هيكلمني عن مكانة أو موقع الكنيسة المعلقة. بيقول لي تقع الكنيسة المعلقة في حي مصر القديمة، وهي على مقربة من جامع عمرو بن العاص. كنيسة بجوار مسجد، فده في أي حاجة هتجيلك في خلال المنهج بتاعك يبقى بيدل على الوحدة الوطنية أو التسامح الديني، الاتنين بمعنى واحد. يبقى أنا عندي في مكانة الكنيسة المعلقة في حي مصر القديمة، وهي على مقربة من جامع عمرو بن العاص. يبقى هي موجودة فين؟ في القاهرة، حي مصر القديمة، وهي على مقربة من جامع عمرو بن العاص. هي قريبة منه، مش لازقة فيه، مش هما نفس السور. عشان ده في سنة من السنوات قال لهم صح وغلط. تقع الكنيسة المعلقة بجانب جامع عمرو بن العاص. هي مش بجانب، هي قريبة منه. مقربة هنا يعني قرب. انا ما قلتلكش ان هي لازقة فيه، ان هما الاتنين نفس السور، لكن انا قلت لك هي قريبة منه، يعني الاتنين مبنيين في نفس الحي. ممكن هي على اول الشارع وهو في اخره، لكن هما الاتنين ايه، مش لازقين في بعض. فتفاصيل القراءة دي مهمة جدا جدا، عشان كده واحنا بنذاكر لازم نفتح درس القراءة نفسه. يبقى تقع الكنيسة المعلقة في حي مصر القديمة، وهي على مقربة من جامع عمرو بن العاص. وتذهب بعض الروايات إلى أن، المفروض هي أن هنا بس هم كاتبينها، معلش فيها حاجة غلط، إلى أن الكنيسة بنيت على أنقاض مكان احتمت فيه العائلة المقدسة في أثناء السنوات التي قضوها في مصر هروبا من الرومان. ودي برضو حاجة بتدل على إن مصر أرض الأمن والأمان. بيقول لك تذهب بعض الروايات، يعني الناس اللي قالوا وحكوا على مدار السنين إن الكنيسة المعلقة دي اتبنت في مكان احتمت فيه العائلة المقدسة هروبا من الرومان. في أحد العصور كان الرومان بيضطهدوا الدين المسيحي، فكان المسيحيين بيهربوا لأكثر بلد فيها أمن وأمان. في الوقت اللي حصل فيه اضطهاد من الرومان للمسيحيين، مصر كان بيلجأ لها أكبر قدر من المسيحيين وكانوا بيقعدوا فيها. وده برضو ممكن يسألك فيه، بيدل على إن مصر أرض الأمن، من أرض الأمن والأمان منذ إيه؟ منذ عصور كثيرة جدا جدا عدت. يبقى احنا عرفنا هنا إن الكنيسة المعلقة فين؟ في حي مصر القديمة، وهي على مقربة من جامع عمرو بن العاص، وده بيدل على الوحدة الوطنية والتسامح الديني. وتذهب بعض الروايات إلى أنها بنيت على أنقاض مكان احتمت فيه العائلة المقدسة هروبا من الرومان، وده بيدل على أن مصر هي أرض الأمن والأمان. أين تقع الكنيسة المعلقة كده؟ يبقى تقع في حي مصر القديمة بجوار مسجد عمرو بن العاص. يبقى هقول له تقع الكنيسة المعلقة في حي مصر القديمة، وهي على مقربة من جامع أو مسجد عمرو بن العاص. يبقى أول ما يقول لي أين تقع الكنيسة المعلقة، هقول إيه؟ تقع في حي مصر القديمة، وهي على مقربة من جامع عمرو بن العاص. يعني إيه تقع؟ بيقول لك تقع الكنيسة المعلقة، يعني ده مكانها، فهي تقع هنا معناها توجد. مقربة اللي هي قرب وعكسها بعد. الروايات اللي هي الحكايات أو الأخبار اللي احنا بنتداولها عبر السنين، ومفردها الرواية. احتمت يعني لجأت، وتحصنت عكسها هربت أو فرت. قضوها يعني عاشوها وأمضوها. حي مصر القديمة ده أحد الأحياء طبعا في محافظة القاهرة. تذهب يعني تميل وتتجه. الأنقاض اللي هو الهدم، اللي هو البقايا. زي مثلا لما تشوف عمارة وقعت هتلاقي الأساسيات بتاعة اللي اتبنت عليها العمارة موجودة في الأرض زي ما هي، ودي اللي احنا بنقول عليها الأنقاض، اللي هي بقايا الهدم. والمفرد نقد. العائلة المقدسة اللي هي ليها نسب بالسيدة مريم العذراء والسيد المسيح، والمقدسة هنا معناها المطهرة أو الطاهرة، الاتنين نفس المعنى، كتبتهم صح.
يبقى تاني احنا قلنا بنتكلم عن ايه؟ الكنيسة المعلقة تقع فين؟ في حي مصر القديمة، وهي على مقربة من ايه؟ من جامع عمرو بن العاص، وده بيدل على ايه؟ على الوحدة الوطنية والتسامح الديني. وقلنا ايه كمان؟ وتذهب بعض الروايات الى ان الكنيسة المعلقة بنيت على انقاض مكان احتمت فيه العائلة المقدسة ليه؟ هروبا من الرومان. طب ده بيدل على ايه؟ على ان مصر هي ارض الامن والامان. يبقى احنا كده اتكلمنا عن موقعها ومكانها. تعال نشوف. اكيد مبنى زي الكنيسة المعلقة مع مرور الزمن ممكن تتفرفت منه حتة بسبب الشتاء الكتير، يبقى عايز ان هو يتطور مع التطور العمراني واللي بيحصل من التقدم الحضاري. طب هل احنا هنسيبها كده؟ قالك لا طبعا، احنا اهتمينا بيها وبتجديدها مش بإعادة بنائها. معنى ان انا اجدد الحاجة يعني الاصل بتاعها موجود بس انا هغير في حاجات فيها، لكن إعادة بنائها يعني هي مش موجودة أصلا، ههدها وأعملها من أول وجديد. فنفرق ما بين ده وما بين ده في الأسئلة. في فرق ما بين التجديد يعني أنا هغير في حاجات في الشيء، وما بين إعادة البناء أو إعادة الهيكلة يعني أنا هغيره كله، لأن دي ألفاظ سهل إن أنا ألعب فيها في الإيه؟ في الامتحان. وقد جددت الكنيسة عدة مرات، ففي عهد الخليفة العباسي هارون الرشيد. يعني كده أول تجديد للكنيسة المعلقة كان في عهد الدولة الإسلامية. طب ده بيدل على إيه؟ بيدل على برضو على التسامح الديني اللي بيمتاز به الإسلام. ثم جددت مرة أخرى في عهد الخليفة العزيز بالله الفاطمي. يبقى هي اتجددت مرتين في عهد 2 من الخلفاء المسلمين، هارون الرشيد في الأول، بعد كده العزيز بالله الفاطمي. في عهد من جددت الكنيسة؟ في عهد هارون الرشيد، ودي المرة الأولى. بعد كده في المرة الثانية جددت مرة أخرى في عهد الخليفة العزيز بالله الفاطمي. يبقى أول حاجة قلناها مكان الكنيسة المعلقة فين. أنا وأنا بعيد أنت بتقول معايا عشان نخرج من الفيديو إحنا مذاكرين وفاهمين والأسئلة عارفين نرددها وكمان عارفين نكتبها. يبقى إحنا بنتكلم عن إيه؟ الكنيسة معلقة دي فين؟ في حي مصر القديمة على مقربة من جامع عمرو بن العاص. ده بيدل على ايه؟ على الوحدة الوطنية والتسامح الديني. طب عرفنا ايه كمان؟ تذهب بعض الروايات الى ان الكنيسة المعلقة بنيت على انقاض مكان احتمت فيه العائلة المقدسة بمصر هروبا من الرومان. طب ده بيدل على ايه؟ على ان مصر ارض الامن والامان. بعد كده اتكلمنا عن تجديدها وليس اعادة بنائها. معنى كده ان احنا غيرنا فيها حاجات عشان يبقى الافضل ليها، ما عدناش بنائها من الاول. في عهد مين؟ 2 من الخلفاء المسلمين، هارون الرشيد والعزيز بالله الفاطمي. وده بيدل على ايه؟ على سماحة او التسامح الديني ما بين المسلمين وغيرهم، او التسامح الديني في عصر الدولة الاسلامية، او التسامح الديني الذي يمتاز به الاسلام. اي حاجة فيها كلمة التسامح الديني هتمشي معايا وهتحسب لي صح. تعالى نشوف بقى هو احنا ليه اصلا سميناها ان هي كنيسه معلقه. ما اكيد مش متعلقه في الهواء. قال لك وتم اطلاق اسم المعلقه على الكنيسه ليه؟ لانها بنيت على برجين من الابراج القديمه للحصن الروماني، حصن بابليون مش نابليون، حصن بابليون. يبقى الكنيسه دي كان مكان قبل ما يبنوها كان في حصن بابليون القديم. الحصن وقع، اتبنى في مكانه اللي هي الاساسيات بتاعه الارض، فاحنا بنيناها على انقاض برجين كانوا موجودين، احنا كملنا عليهم وبنينا الكنيسه، وعشان كده سميناها معلقه لان هي اتبنيت على ايه؟ على انقاض الحصن. يبقى لو قال لي لماذا سميت او لماذا اطلق على الكنيسه لقب المعلقه؟ لانها بنيت على انقاض برجين من حصن بابليون القديم. تاني، لانها بنيت على برجين من حصن الروماني، حصن بابليون القديم. يبقى لماذا اطلق على الكنيسه المعلقه هذا الاسم؟ لانها بنيت على أنقاض برجين من أبراج حصن
الروماني حصن بابليون. او مش عايز تكتب الروماني هتكتب حصن بابليون، مفيش مشكله، يعني لو احنا مش عايزين نحفظ كلمه الروماني. يبقى انا كده اتكلمت عن كام حاجه في الكنيسه المعلقه؟ 3. اتكلمت عن موقعها، واتكلمت عن تجديدها وسبب تسميتها. موقعها في حي مصر القديمه بجوار مسجد عمرو بن العاص، واتكلمنا وقلنا ايه؟ وتذهب بعض الروايات الى انها بنيت على انقاض مكان احتمت فيه العائله المقدسه هروبا من الرومان. بعد كده اتكلمنا عن تجديدها في عهد 2 من الخلفاء المسلمين، هارون الرشيد الاول والعزيز بالله الفاطمي الثاني. بعد كده قلت لك سبب تسميتها، احنا ليه بنقول عليها المعلقه؟ لانها بنيت على انقاض برجين من حصن بابليون القديم. تعالى نشوف طيب ايه مكانتها بقى في نفوسنا احنا كمصريين عامه، فخلانا ان احنا نديها كل الأهمية دي. تعتبر الكنيسة المعلقة من أقدم الكنائس التي لا تزال باقية في مصر، يعني هي من أقدم الكنائس اللي اتبنت لكن لسه زي ما هي في مكانها ما اتهدمتش. وقد دفن بها عدد من رجال الدين المسيحي في القرنين 11 و12 الميلادي، ولا تزال توجد لهم صور وأيقونات بالكنيسة تضاء لها الشموع. لو حد دخل الكنيسة هيلاقي فيه رسوم كده بتبقى في الكنيسة من فوق، دي ليها دلالة في الديانة المسيحية. فدي الدلالة دي أو المكانة دي، في دبانة مضايقاني بأمانة، الدلالة دي أو المكانة دي بسببها بيبقى يضاء لهم الشموع احتراما للناس اللي خدمت في الكنيسة أو كان ليها يد أو كان ليها مكانة في نشر الديانة المسيحية أو تعليم الديانة المسيحية في الكنائس. فبيتحط لهم زي صور كده على الحيطان بتاعة الكنيسة احتراما وتقديرا لدورهم المشرف. فبيقول لك ان اول حاجه هي من اقدم الكنائس، تاني حاجه ان دفن بها عدد من رجال الدين المسيحي، وركز هم في القرن الكام لان ده بيجي سؤال صح وغلط كتير، في القرن 11 و12 الميلادي، ولا تزال لهم صور وايقونات تضاء لها الشموع. يعني الناس دي لسه الصور والايقونات بتاعتهم موجوده في الكنيسه المعلقه حتى الان بتضاء ليها الشموع. ليه؟ احتراما طبعا لدورهم المشرف. وكلمه ليه احتراما لدورهم المشرف دي مش موجوده في الكتب الخارجيه، ولكن سئل بها الطلاب في بعض المحافظات من عدة سنوات. يبقى أنا عندي مكانة الكنيسة المعلقة من أقدم الكنائس في مصر والتي لا تزال موجودة، دفن بها عدد من رجال الدين المسيحي في القرن 11 و12 الميلادي، ولا تزال لديهم أو لهم صور وأيقونات يضاء لها الشموع. الكنيسة المعلقة مكانة كبرى عند المسيحيين، فهقول تعد من أقدم الكنائس في مصر حتى الآن. الدبانة واقفة على السبورة ومعطلاها. دفن بها عدد من رجال الدين المسيحي في القرنين 11 و12 الميلادي، ولا تزال لديهم صور وأيقونات بالكنيسة يضاء لها الشموع. يبقى تعالوا نراجع مع بعض الكنيسة المعلقة قبل ما ندخل على قلعة قايتباي. يبقى أول حاجة احنا قلنا الكنيسة المعلقة مكانها فين؟ الموقع بتاعها مش مكانتها، أنا بتكلم عن موقعها في حي مصر القديمة بجوار مسجد عمرو بن العاص، وده بيدل على الوحدة الوطنية والتسامح الديني. طب وإيه كمان؟ وتذهب بعض الروايات إلى أن الكنيسة المعلقة بنيت على أنقاض مكان احتمت فيه العائلة المقدسة بمصر هروبا من الرومان، وده بيدل على إيه؟ على أن مصر أرض الأمن والأمان منذ قديم
التاريخ أو منذ فجر التاريخ. بعد كده انتقلنا للحاجة التانية وقلنا تجديدها، جددت في عهد 2 من خلفاء الدولة الإسلامية، هارون الرشيد في الأول، بعد كده الخليفة العزيز بالله الفاطمي، وده بيدل على التسامح الديني أو ما يمتاز به الإسلام من التسامح الديني، مفيش مشكلة. بعد كده اتكلمنا عن النقطة الثالثة وهي سبب تسميتها بالكنيسة المعلقة، وقلنا إن هي سميت بذلك الاسم لأنها بنيت على أنقاض برجين من أبراج حصن بابليون القديم. بعد كده قلنا الحاجة الرابعة وهي مكانتها في نفوس المصريين أو مكانتها التاريخية. قلنا واحد إن هي تعد من أقدم الكنائس في مصر حتى الآن. السبب الثاني إن دفن بها عدد من رجال الدين المسيحي في القرنين 11 و12 الميلاديين، ولا تزال لهم صور وأيقونات داخل الكنيسة تضاء لها الشموع. أنا كده لما قعدنا نذاكر مع بعض الكنيسة المعلقة كده عرفنا إيه؟ عرفنا إن هو لما يسألني في الكنيسة المعلقة ما عندهوش غير 4 أسئلة: موقعها، تجديدها، سبب تسميتها، ومكانتها التاريخية أو مكانتها لدى المصريين. يبقى أنا عندي 4 أسئلة أساسية في الكنيسة المعلقة. طب دي الكنيسة المعلقة. تعال نشوف بقى قلعة قايتباي. قلعة قايتباي دي اللي موجودة عندنا في اسكندرية في بحري، فاللي ما راحوش ممكن تفتح الشات جي بي تي او تفتح عندك جوجل كروم وتكتب قلعة قايتباي، هيفيد كده صورة كده بيبقى ليها من جوه، بتبقى لذيذة جدا يعني. فتعالى بينا واحدة واحدة كده نشوف ايه حكاية قلعة قايتباي. أول قال لك حاجة: بنيت هذه القلعة في عهد السلطان قايتباي مكان منار الإسكندرية القديم. يبقى مين اللي بناها؟ السلطان قايتباي. اتبنت مكان ايه؟ مكان منار الإسكندرية القديم في العصر المملوكي. يبقى بنيت في عهد السلطان قايتباي مكان منار الإسكندرية القديم في العصر المملوكي. شكلها عامل ازاي؟ قالك هي عبارة عن بناء مستطيل طوله 60 متر وعرضه 50 متر. يبقى هي مستطيلة طولها 60 عرضها 50. يبقى مين اللي بناها؟ السلطان قايتباي في العصر المملوكي مكان منار الإسكندرية. شكلها عامل ازاي؟ قالك هي مستطيلة طولها 60 وعرضها 50، وأخدت 2 سنين في عملية البناء. وقال لك وقد تم الانتهاء من البناء بعد 2 عام من تاريخ الإنشاء. يبقى قعدوا 2 سنين كاملين بيبنوا فيها. يبقى أنا عرفت إن اللي بناها السلطان قايتباي في العصر المملوكي. مكان مين؟ مكان منار الإسكندرية القديم. شكلها عامل إزاي؟ قال لك هي بناء مستطيل طول 60 عرض 50، وأخدت 2 عام في البناء. يبقى أين بنيت قلعة الإسكندرية؟ اتبنت إيه؟ مكان منار الإسكندرية القديم. وكم عاما استغرق بناؤها؟ 2 عام من تاريخ الإنشاء. يبقى احنا قلنا احنا هنتكلم عن دلوقتي عن الحاجة الرابعة وهي المكانة بتاعتها. مكانتها ايه؟ احنا عندنا نقطتين في المكانة: ان هي من اقدم الكنائس في مصر، وان هي دفن بها عدد من رجال الدين المسيحي. وركز معايا كويس قوي قوي في القرنين ايه، عشان ممكن يبدل لك الارقام في الامتحان. في القرنين 11 و12 الميلادي، ولا تزال لهم صور وايقونات يضاء لها الشموع حتى الان. طيب العهد هنا هي الفترة أو الزمن وجمعها عهود ووعيات بكسر العين. الحصن المكان اللي بيحتمى فيه، والجمع الحصون والأحصان والحصنة. دايما الكلمات في المعاني اللي بتبقى مشكلة هو مش مشكلها كده عشان يضايق حضرتك، لا هو بيشكلها لك عشان ساعات في الامتحان في بعض المحافظات بيجيب لك نفس الكلمة هي متكررة في الاختيارات أكتر من مرة ولكن باختلاف تشكيل. يحط لك مرة الحاء في الحصنة، مرة كسرة، مرة فتحة، مرة ضمة. فلو سمحت الكلمات المشكلة في الكتب الخارجية والمذكرات من فضلك نذاكرها بتشكيلها. الأيقونات اللي هي صور القديسين عند المسيحيين، ومفردها هي دي أيقونة، معلش مش عارفة هم كاتبينها ليه رواية. الأيقونة
الخليفة جمعها الخلفاء والخلائف، باقية موجودة وعكسها زائلة وفانية. يبقى الكنيسة المعلقة مكانة كبرى عند المسيحيين. هكتب كام نقطة؟ 2. مهم جدا جدا، ودي حاجة هنتكلم عنها في آخر الفيديو عن شكل امتحان تالتة إعدادي عشان تبقى بتتدرب عليه من دلوقتي. فخلينا اديك نبذة ان مثلا في الامتحان انت كنت متعود ان انا باخد كراسة إجابة وبكتب بقى براحتي بقى وبرطع في كراسة الإجابة، هكتب اللي انا عايزه وانا معايا عدد ورق ايه ما شاء الله. لا، دلوقتي الموضوع اختلف. زمايلك في العام الماضي امتحنوا بنظام البوكلت. يعني ايه بنظام البوكلت؟ يعني حضرتك بتستلم كراسة إجابة عاملة زي ورق كده، حجم الورق الفلوسكاب، زي حجم الكشكول السلك. كل سؤال تحته عدد سطور للإجابة، ما ينفعش تطلع براها ومفيش غير المساحة دي. فلو مثلا احنا هنتكلم عن الكنيسة المعلقة، وتعالى هحاول اعمل لك ايه يعني حاجة مشابهة كده. يعني مثلا لو انا عندي السؤال ده في البوكلت، فهتلاقي عندي مثلا لو اجابته 3 سطور، فهو عامل لي 3 سطور على القد. بس طبعا هو يعني بيكون في ضيق مساحة اساسا. تعالوا كده نجرب. يعني بيجيلك السؤال بالمنظر ده كده، اهو يقولك الكنيسة المعلقة مكانة كبرى عند المسيحيين على، وبيكون سايب لك 3 سطور تحت السؤال. هم ال3 سطور بس اللي حضرتك هتبرمج نفسك ان انت تكتب الإجابة كلها فيهم. فبيبقى كل الامتحان كده. حتى على فكرة الإعراب هتلاقي الكلمة قصادها سطر اعرابها، ودي هنشوفها مع بعض واحنا بنشرح المنهج. فهنبدأ مع بعض، لازم تتدرب ان انت تكتب الإجابة بالظبط. فأنا عندي نقطتين للإجابة. النقطة الأولى هكتبها في أول سطر، إن هي تعد من أقدم الكنائس في مصر حتى الآن. ودي النقطة الأولى. هل أنا محتاجة رقم؟ لأ. 2. دفن بها عدد من رجال الدين المسيحي في القرنين. محدش يقول لي يا ميس هكتبه أرقام عشان أوفر مساحة، لا، اكتبوا حروف. 11 والثاني 10 ولا تزال له صور وأيقونات بالكنيسة يضاء لها الشموع. يبقى كده احنا عرفنا ان احنا بنمتحن بحاجه اسمها نظام البوكلت، ان كل سؤال بيكون تحتيه عدد سطور هي هتكفي، صدقني الاجابه هتكفي بالظبط. حتى لو انا خط كبير هتكفي الاجابه، يعني لا تقلق. يبقى احنا اتكلمنا في الكنيسة المعلقة عن 4 نقاط. النقطة الأولى عن موقعها، إن هي في حي مصر القديمة بجوار أو على مقربة من جامع عمرو بن العاص، وده بيدل على التسامح الديني والوحدة الوطنية. وتذهب بعض الروايات إلى أنها بنيت على أنقاض مكان احتمت فيه العائلة المقدسة من الرومان، وده بيدل على أن مصر أرض الأمن والأمان. بعد كده انتقلنا للنقطة الثانية وهي تجديدها. فقلنا ان هي جددت في عهد 2 من الخلفاء المسلمين، هارون الرشيد والعزيز بالله الفاطمي، وده بيدل على التسامح الديني في الاسلام. اتكلمنا عن النقطه الثالثه وهي سبب التسميه، وقلنا سميت بالمعلقه لانها بنيت على انقاض برجين من ابراج حصن بابليون القديم. بعد كده النقطه الاخيره وهي مكانتها في نفوس المصريين. الدبانه قايمه بالواجب، الدبانه قايمه بالواجب حرفيا. مش عارفه ايه اللي جاب دبانه هنا يعني، بس ماشي.
بعد كده قلنا عن مكانتها ان هي تعد من اقدم الكنائس في مصر الى الان. تاني حاجه دفن بها عدد من رجال الدين المسيحي في القرنين الحادي عشر والثاني عشر الميلاديين، ولا تزال لديهم صور وايقونات تضاء لها الشموع. يبقى انا عارف ان انا لو جالي سؤال في الكنيسه المعلقه مش هيطلع بره الاربع نقاط دول. تعالى بقى نتكلم سوري يا شباب، الانسان جاله برد والدبانه دي عصبتني. ده منظر قلعة قايتباي. لا هو ده مش المنظر دلوقتي للأمانة، والله هو ده مش المنظر دلوقتي يعني، بس بما إني أنا إنسان مش بيعرف يوصف الحاجات التاريخية فأقول لك جيبها من عندك صراحة. قلعة قايتباي هنعرف عنها شوية حاجات. أول حاجة مين اللي بناها، تاني حاجة الشكل أو التركيب والتصميم بتاعها الداخلي. بعد كده هنعرف أهميتها على مدار العصور بقى استخدموها في إيه، لأن هي أكيد مش مبنية كمزار سياحي بس، يعني أكيد دي قلعة وتصميمها من جوه تصميم عسكري بحت يعني، فأكيد الناس دي زمان كانوا بيستخدموها في حروبها، مش هبني كل ده عشان خاطر أجيب الناس تزورها. يبقى أول حاجة هنعرف الموقع بتاعها. بنيت هذه القلعة في عهد السلطان قايتباي. فين؟ مكان منار الإسكندرية القديم. يبقى في عهد السلطان قايتباي مكان منار الإسكندرية القديم في العصر المملوكي. يبقى مين اللي بناها؟ السلطان قايتباي في العصر المملوكي مكان منار الإسكندرية القديم. ردد معايا وانا بقول عشان هتصدقني هتطلع من الفيديو ده انت مذاكر وحافظ وعامل كل حاجة. يبقى اتبنت في عهد السلطان قايتباي في العصر المملوكي مكان منار الإسكندرية القديم. طب هي عبارة عن ايه؟ شكلها ايه؟ قالك هي مستطيل، بناء مستطيل طوله 60 متر عرضه 50 متر. يبقى هي مستطيل طولها 60 متر عرضها 50 متر. يبقى بناء مستطيل طوله 60 متر عرضه 50 متر، واخدت عامين في البناء. عامين ايه؟ من تاريخ الانشاء. يبقى وقد تم الانتهاء من البناء بعد عامين من تاريخ الانشاء. يبقى اتبنت في عهد السلطان قايتباي في العصر المملوكي مكان منار الإسكندرية القديم، وهي بناء مستطيل طوله 60 متر عرضه 50 متر، وأخدت عامين من تاريخ الإنشاء. المنار هنا اللي هو موضع ندور. كان زمان منار الإسكندرية القديم كان وظيفته إنه يعرف السفن اللي في البحر إن في مكان هنا تقدر السفينة ترسو فيه والناس تشتري أكل وإيه، واللي عايز مثلا يقضي فيه مصالح شخصية أو حاجة. القلعة اللي هي الحصن المنيع وجمعها القلاع والقلوع، القلاع بكسر القاف. أين بنيت قلعة قايتباي؟ هقول له مكان منار الإسكندرية القديم. وكم عاما استغرق بناؤها؟ عامان من تاريخ الإنشاء. يلا بينا. يبقى احنا عرفنا ان اللي بناها السلطان قايتباي في العصر المملوكي مكان منار الإسكندرية القديم، بناء مستطيل طوله 60 متر عرضه 50 متر. اخد كام سنة في البناء؟ اخد ايه؟ سنتين او عامين. طيب اكيد هي ليها زي ما قلنا مكانة تاريخية. طب فين بقى؟ هيقول لك اذكر المكانة او مظاهر الاهتمام بيها. تعال نشوف مين الخلفاء والملوك اللي اهتموا بقلعة قايتباي من الناحية او الاتجاه العسكري. ولأن القلعة تعد من أهم القلاع على ساحل البحر الأبيض المتوسط، فقد اهتم بها سلاطين وحكام مصر على مر العصور. يبقى هي تعد من إيه؟ من أهم القلاع على ساحل البحر المتوسط، وبسبب إن هي مهمة على ساحل البحر المتوسط نتج عن كده إن كل الحكام والسلاطين اهتموا بيها. أيوة، مين هم؟ تعالوا نشوف. العصر المملوكي عندنا قنصوة الغوري، وده أول واحد. يبقى من مظاهر اهتمام وحرص السلاطين والملوك على مر العصور قنصوة الغوري. كل واحد من الناس اللي هنقولها دول هم عملوا او استغل القلعة بطريقة عسكرية في الحرب، بس انت ملزم تقول كل واحد منهم مين
وعمل ايه؟ انا عندي 3، عندي قنصوة الغوري في العصر المملوكي، وعندي الدولة العثمانية بشكل عام دون ذكر خليفة او ملك معين، وعندي محمد علي بعد كده لجنة حفظ الآثار. يبقى انا عندي القنصوة الغوري في العصر المملوكي، العثمانيون بصفة عامة، محمد علي، بعد كده في العصر الحديث لجنة حفظ الآثار. يبقى انا عندي 3 قديم وواحد حديث. ال3 القدام قنصوة الغوري، العثمانيون، ومحمد علي. الحديث لجنة حفظ الآثار. قنصوة الغوري عمل ايه؟ زاد من قوة حاميتها وشحنها بالسلاح والعتاد. يبقى قنصوة الغوري في العصر المملوكي زاد من قوة حاميتها وشحنها بالسلاح والعتاد. العثمانيون عامة استخدموها لحمايتهم فجعلوا بها طوائف من الجند والمشاة والفرسان. يبقى جند، مشاة، فرسان، عثمانيون. سلاح وعتاد قنصوة الغوري. تاني، جند، مشاة، فرسان، عثمانيون. سلاح وعتاد قنصوة الغوري. الجزء ده من الدرس مهم جدا جدا، ومفيش سنة من السنين جافت فيها أي حاجة ليها علاقة بالكنيسة أو قصة قصر يعني عذرا عامة، وجه فقرة عن قلعة قايتباي إلا ولقينا السؤال ده موجود. في كل السنين اللي جت فيها قلعة قايتباي كان السؤال ده موجود، وكان ليه نصيب الأسد دايما في الدرجات. فأنا عندي وضح مظاهر اهتمام السلاطين والملوك بقلعة قايتباي على مر العصور. أنا عندي قنصوة الغوري في العصر المملوكي اهتم بها اهتمام شديد وشحنها بالسلاح والعتاد. العثمانيون استخدموها لحمايتهم وجعلوا بها طوائف من الجند والمشاة. يبقى قنصوة سلاح وعتاد، عثمانيون طوائف من الجند والمشاة والفرسان. بعد كده جه محمد علي عمل ايه؟ جدد اسوار القلعه وزودها بالايه؟ بالمدافع. يبقى محمد علي تجديد ومدافع، محمد علي تجديد ومدافع. قنصوة سلاح وعتاد، عثمانيون حمايه وفرسان وايه؟ ومشاة ومدفع. محمد علي تجديد اسوار ومدافع. يبقى تاني، قنصوة الغوري سلاح وعتاد، عثمانيون استخدموه لحمايتهم وجعلوا بها طوائف من الجند والمشاة والفرسان. محمد علي تجديد أسوار ومدافع. بعد كده في العصر الحديث قامت لجنة حفظ الآثار العربية بعمل العديد من الإصلاحات والتجديدات في أسوار وطوابق القلعة. يبقى أنا عندي، معلش أنا عارفة إن أنا مطولة معاك في الحتة دي، بس دي مهمة جدا ودي عديتها، يبقى فاضل لك حتة بس في الكنيسة المغلقة وأنت كده الدرس كده خلاص. قنصوة الغوري أنا عندي إيه؟ قنصوة الغوري سلاح وعتاد. عندي عثمانيون حمايتهم وجعلوا بها طوائف من الفرسان والمشاة. محمد علي تجديد أسوار القلعة وزودها بالمدافع. لجنة حفظ الآثار العربية عملت العديد من الإصلاحات في أسوار وطوابق القلعة. بص أهو ما مظاهر اهتمام السلاطين والحكام بقلعة قايتباي. يلا بينا. عندنا أول واحد السلطان قنصوة الغوري أهو شحنها بالسلاح والعتاد. عندك تاني واحد أو تاني نسأل عثمانيون استخدموها لحمايتهم وجعلوا بها طوائف من الجند والمشاة والفرسان. 3 محمد علي قام بتجديد أسوار القلعة وزودها بالمدافع. هو قال لنا هنا السلاطين والحكام، فمش هينفع ازود لجنه حفظ الاثار العربيه اللي هي تخلي اصلاحات وتحسينات على اسوار وطوابق القلعه. يبقى
انا كده اخدت ايه في قلعه قايتباي لحد دلوقتي؟ قلنا في موقعها او مين اللي بناها، السلطان قايتباي في العصر المملوكي مكان منار الاسكندريه القديم، وهي عباره عن بناء مستطيل طوله 60 متر عرضه 50 متر، اخدت وقت عامين. بعد كده انتقلنا عن مظاهر اهتمام السلاطين والحكام بيها. انا قلت عندي مظاهر قديمه وحاجه حديثه، 3 قدام و1 حديث. القدام السلطان المملوكي قنصوة الغوري شحنها بالعتاد والسلاح. جاء بعد كده العثمانيون استخدموها لحمايتهم وزودوها بطوائف من الجند والمشاة والفرسان والمدفعية. محمد علي جدد أسوار القلعة وزودها بالمدافع. جت حديثا لجنة حفظ الآثار العربية، قامت بالعديد من الإصلاحات في طوابق وأسوار القلعة. تعالى بقى ندخل في في وصف القلعة من الداخل. احنا كل ده كده بنعرف الأساسيات العامة. تعالى نشوفها هي من جوه عاملة ازاي. احنا قلنا ان هي بناء مستطيل، تمام، طوله 60 عرضه 50. تعالى بقى ندخل جوه البناء ده نفسه. قال لك مساحتها 17550 متر. يبقى قلنا مساحة المكان اللي هي فيه كله 17550 متر، مجموعة من الأسوار مقسمة على سورين من الأحجار الضخمة. يبقى 17550 مجموعة من الأسوار مقسمة على سورين من الأحجار الضخمة. لها برج رئيسي يقع بالناحية الشمالية الغربية، وتتكون من 3 طوابق مربعة الشكل. يبقى مساحة 17550 متر، تمام. برج رئيسي يقع بالناحية الشمالية الغربية، 3 طوابق مربعة الشكل. احفظ معايا الحتة دي، كررها معايا عشان دي مهمة. 17550 متر المساحة، لها برج رئيسي من الناحية الشمالية الغربية، تتكون من 3 طوابق مربعة الشكل. بني البرج بالحجر الجيري، وتعد طبعا من أهم المناطق الأثرية المصرية التي يرتادها السائحون في مختلف بلدان العالم. يبقى 17550 متر ده المساحة، تتكون من مجموعة من الأسوار، ولها برج رئيسي يقع بالناحية الشمالية الغربية، وتتكون من 3 طوابق مربعة الشكل. يخرج كل ركن من أركانه ال4 برج دائري يرتفع عن سطح البرج الرئيسي، وقد بني البرج بالحجر الجيري. يبقى 17550 متر ده المساحة، لها برج رئيسي من الناحية الشمالية الغربية، متكون من 3 طوابق مربعة الشكل، بنيت بالحجر الجيري. احنا مش عارفين. يلا بينا. يبقى احنا قلنا تعد هنا اللي هي تعتبر شحنها يعني ملأها، عكسها أخلاها. لا البورد ماتت. ده في دبانة، طنط الدبانة عجبها البورد يا شباب. عكسها أخلاها وأفرغها. لا ده انتي دبانة رخمة بمنها. أخلاها وأفرغها الطوائف اللي هي الجماعات، ومضادها أفرادا ومفردها طائفة. تولى تقلد وحكم، عكسها عزلة. أنا ليه قلت عزلة هنا مش عزلة؟ لو قلت عزلة كان يبقى عزلة هو، لكن عزلة ده يعني حد قام بعزله أو إقصائه من منصبه. فهنا تولى عزلة. الطوابق اللي هي الأدوار ومفردها الطابق، الحامية أو الجيش اللي بيحمي والمقصود بها الحراس. العتاد اللي هي عدة الحرب من الأسلحة وجمعها الأعتدة والأعتد والعتد. الفرسان اللي هم المحاربين على ظهور الخيل، يعني لو ركب الحصان بقى فارس، لو مشى على رجله بقى مشاة أو جند عادي. العديد اللي هو الكثير وعكسها القليل، يرتادها يعني يزورها ويأتيها. يلا بينا بقى نشوف الأسئلة، صيغة الأسئلة وإجاباتها النموذجية طب أنا يا ميس هستفيد هستفيد إن حضرتك بتشوف صيغة السؤال وبتشوف الإجابة النموذجية اللي أنت ملزم إن أنت تكتبها. أين تقع الكنيسة المعلقة؟ قلنا في حي مصر القديمة بالقرب من جامع عمرو بن العاص. ما دلالة وجود الكنيسة المعلقة بالقرب من جامع عمرو بن العاص؟ يدل على الوحدة الوطنية والترابط والتسامح بين عنصري الأمة مسلمين ومسيحيين. ما الذي تذهب إليه بعض الروايات عن الكنيسة المعلقة؟ تذهب إلى أن الكنيسة المعلقة بنيت على أنقاض مكان احتمت فيه العائلة المقدسة.
في عهد من جددت الكنيسة المعلقة وعلى ما يدل ذلك؟ في عهد الخليفة العباسي هارون الرشيد دي أول مرة، في عهد الخليفة الفاطمي العزيز بالله دي المرة الثانية، وده بيدل على سماحة الدين الإسلامي واحترامه لأصحاب الدين الآخر. لماذا أطلق على الكنيسة المعلقة هذا الاسم؟ لأنها بنيت على برجين من الأبراج القديمة للحصن الروماني، حصن بابليون. للكنيسة المعلقة مكانة كبرى عند المسيحيين. أول حاجة بنيت على أنقاض مكان يروى أن العائلة المقدسة احتمت فيه من السنوات التي قضوها في مصر، تعتبر من أقدم الكنائس التي لا تزال باقية. دفن بها عدد من رجال الدين المسيحي في القرنين الميلاديين الحادي عشر والثاني عشر، ولا تزال توجد لهم صور وأيقونات بالكنيسة تضاء لها الشموع. لماذا لجأت العائلة المقدسة إلى مصر هروبا من الرومان؟ وده بيدل على أن مصر بلد الأمن والأمان منذ فجر التاريخ. علل تسمية قلعة قايتباي بهذا الاسم نسبة إلى السلطان قايتباي الذي بنيت في عهده أثناء العصر المملوكي. أين بنيت؟ مكان منار الإسكندرية القديم. كم عاما؟ استغرق بناؤها عامين من تاريخ الإنشاء. لماذا اهتم سلاطين وحكام مصر بقلعة قايتباي؟ لأنها من أهم القلاع والحصون على ساحل البحر المتوسط. طب إيه مظاهر الاهتمام ده؟ احنا قلنا قنصوة الغوري زاد من قوة جيشها وشحنها بالعتاد والسلاح. العثمانيون استخدموها لحمايتهم وجعلوا بها طوائف من الجند والمشاة والفرسان. محمد علي قام بتجديد أسوارها وزودها بالمدافع. طب لجنة حفظ الآثار العربية أجرت العديد من الإصلاحات والتجديدات في أسوار وطوابق القلعة. صف قلعة قايتباي، احنا قلنا ان هي مجموعة من الأسوار مقسمة على سورين من الأحجار الضخمة، مساحتها 17550 متر، لها برج رئيسي من الناحية الشمالية الغربية، تتكون من سلاسل طوابق مستطيلة مربعة الشكل عذرا، يخرج من كل ركن من أركانه الأربعة برج دائري. ما احنا عندنا المربع له 4 أركان، من كل ركن من ال4 أركان في برج دائري يرتفع عن سطح البرج الرئيسي. دلل على مكانة قلعة قايتباي كمنطقة أثرية يأتي إليها السائحون من مختلف بلدان العالم. يتسم المجتمع المصري بالتسامح الديني لأن الكنيسة المعلقة تقع بالقرب من مسجد عمرو بن العاص. مصر بلد الأمن والأمان، اللي بيدل على ذلك احتمت بها العائلة المقدسة في السنوات التي قضوها في مصر هروبا من الرومان. ما رؤيتك لتطوير إحدى المناطق الأثرية؟ ده عامة لو جه سؤال فأنت ليك مطلق الحرية إن أنت تتكلم، ولكن هي دي النقط المهمة اللي أنا شفت إن أنت تقدر إن أنت تجمع منها درجات. الاستخدام الأمثل لجميع الموارد الموجودة، تسليط الضوء على وسائل الدعاية السياحية، طبع استمارات استطلاع رأي، عايز تقول مثلا استخدام وسائل الإعلام للتعريف بأهمية السياحة، استخدام طاقات الشباب لعمل برامج على وسائل التواصل الاجتماعي للتحدث فيها عن مصر. اي حاجه تنفع ان احنا فيما معناه تعطي معنى ان احنا بنوري العالم كله قد ايه ان احنا دوله فيها سياحه كتير، فدي تمشي. ماذا يحدث لو حافظ جميع افراد الشعب على الاماكن الاثريه؟ ظهرت السياحه في مصر، انتعش الاقتصاد، كل ده هينفع. والان دلوقتي مع نقط مهمة والنصايح اللي هنقفل بيها كل حصة الدرس بتاعنا. 1. قصة أثر يعد من أكثر الدروس اللي ليها نصيب الأسد في الامتحانات. تمام؟ درس سهل جدا جدا جدا، المعلومات اللي فيه سهل ان انت تذاكرها وهياخد منك وقت قليل في المذاكرة. ركز معايا في اللي انا هقوله ده يا بطل، عشان ده اللي هتمشي عليه في مذاكرة دروس القراءة في اللي جاي كله. أول حاجة، ما ينفعش درس القراءة أذاكره من غير ما أقرأ من الكتاب. تاني، ما ينفعش درس القراءة أذاكره من غير ما أقرأ من الكتاب. نقطة مهمة قوي، إن أنا هفتح كتاب الامتحان بتاعي وهبدأ أمسك الدرس أقراه نفسه هو. طب أنا لما هقراه هعمل إيه؟ هعرف النقاط الأساسية اللي بيتكلم عنها الدرس. كل درس عنوانه بيغششك. احنا عندنا العنوان كان بتاع درسنا قصة أثر، يعني أنا بتكلم عن حاجة من الآثار المصرية بتاعتنا، يبقى أنا هعرف قصة أثر هيساوي إن هو بيكلمني عن كام نقطة؟ 2. يكلمني عن الكنيسة المعلقة وقلعة قايتباي. كل واحدة فيهم احنا عرفنا مين؟ احنا عرفنا فيها كذا نقطة، فهكتب الكنيسة المعلقة والنقاط اللي تحتها. احنا اتكلمنا في الكنيسة المعلقة بتاعتنا عن موقعها، تجديدها، سبب تسميتها ومكانتها. فتحت الكنيسة المعلقة أنا هعمل 4 نقاط. هاجي عند قلعة قايتباي، أنا عندي مين بناها، اتبنت أخذت وقت قد إيه، الأهمية بتاعتها من حيث عندي الحكام والسلاطين، وعندي الوصف الداخلي
بتاعها. يبقى انا عندي هنا 4 نقاط وهنا 4 نقاط. لو انا جبت ورقه وقسمتها كده وكتبت 4 نقاط تحت كل نقطه بعد قراءتي بتركيز للدرس، انا كده ذاكرت من قبل ما انا اطلع على الاسئله. همسك بعد كده المعاني. في معاني هتلاقي سهله جدا انت عارف ان انت هتجيبها مع نفسك، ودول هتلاقي نفسك بس هم معنى او اتنين اللي انت مش عارفهم. المعاني اللي انا سهل اللي انا هعرف اجيبها، انا همسك ورقه وقلم واكتب المعاني، وانا هحاول ان انا اجيبها من السطر. والله اللي عرفت ان انا اجيبه خير وبركه والدنيا معايا تمام. طب اللي ما عرفتش ان انا اجيبه، ده اللي هضطر امسك ورقه وقلم واكرره، بكرر شفهيا وبكتب، اكرر شفهيا وبكتب. بعد كده في الاخر خالص هتلاقي الاسئله المجابه اللي هي زي اللي احنا شفناها دي. اكتب الاسئله في ورقه فاضيه وانت طلع الاجابات بتاعتها، والاسئله اللي هتقف معاك دي اللي انا هضطر ان انا امسك ورقه وقلم واحفظها. بعد كده حل الاسئله، يعني مثلا كتاب الامتحان هعمل لك بنك اسئله رهيب، حل الاسئله دي كلها وهتلاقيني انا برضو براجعها معاك في فيديو الواجب واهم الاسئله بتاعتنا. كل العربي او كل فرع من فروع اللغه العربيه ليه طريقه مذاكره معينه. لو احنا مشينا مع بعض على طريقه المذاكره دي، اوعدك ان العربي هيبقى اسهل ماده في جدولك الاسبوعي اثناء المذاكره. وخد بالك ان العربي بيبقى له نصيب الاسد في درجات الطلبه، وده الماده اللي بنعوض فيها. صدقني على مدار اخر 4 سنين كان اللغه العربيه كانت هي اللي بترفع من الروح المعنويه للطلبه. وبجد اللغة العربية في تالتة اعدادي هي من اسهل المواد اللي هتاخد منك وقت قليل جدا، وفيها هفن كبير قوي. على فكرة مش هحرق لك الهفن ده غير لما نروح للقصة، ساعتها هقول لك بقى لب وزني وفشار واقعد نضحك مع بعض. اسمع الحدوتة كده، بعد كده هنذاكرها سوا. فلحد ما اشوفك يا بطل الفيديو الجاي، بالتوفيق ان شاء الله، وبداية عام سعيد وقوي باذن الله. اشوفك على خير، سلام.